صباح الخير، صباح الفل، صباح القمر، صباح السعادة، صباح التفاؤل. طبعًا دلوقتي يا حبايبي قُمت بقى من النوم، صلّيت والحمد لله ولبسنا وهاخد بعض دلوقتي أروح من السوق. في الوقت ده أنا جِبت طلبات وراجعة من السوق أهوّة، رايحة البيت بقى نشوف هنعمل إيه، ونشوف إيه اللي ورانا، ونشوف الفيديو ده فيه إيه. بس عايزاكم تحطّوا لايكات كتير، واللي لسه ما اشتركتش في القناة يالّا اشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد إن شاء الله، ويوصلِك فيديوهاتي أول بأول. طبعًا دلوقتي يا حبايبي أنا واقفة بقى في الهواء الطلق. طبعًا الجو النهارده كان ساقعة جدًا فوق ما تتخيلوا، شايفين الطرحة عمّالة تطير يمين وشمال. طبعًا دلوقتي بقى أنا عمّالة أتمشى أهوّة، ويعني الجو حلو أوي، وكمان قعدت أصوّر قطر. أنا كنت لسه معدية حالًا يا جماعة من القطر ده. الحمد لله عدّيت بالسلامة. طبعًا قُلت كده آخُد لكم إيه مقطع من القطر كده. روّحت البيت بقى وغيّرت والحاجة اللي أنا جبتها أهوّة. جايبة بقى إيه موز، جايبة سفندي، جايبة شوية بلح بقى عشان كل سنة وأنتم طيبين. إحنا في رجب يا جماعة، إحنا في رجب. طبعًا بتصوموا والّا لأ يا جماعة؟ اوعوا تكونوا ما بتصوموش عشان هازعل منكم بجد. عايزين نصوم اثنين وخميس وناخد حسنات كتير. اللهم بلّغنا رمضان يا رب العالمين، قولوا آمين. المهم دلوقتي بقى جِبت 3 حبّات بطاطس وقعدت أقشّرهم. طبعًا المَيّة كانت عندي قاطعة امبارح، كنت مالية مَيّة بزيادة، فبصراحة قُلت لأ حرام لو رميتها أو يعني فضّيت الحِلَل وعينتها، لأ أنا أخلّيها أستعملها في حاجات تانية. بدأت آخُد بقى من الحِلَل عشان أبتدي أفضّيها وأعين الحِلَل اللي محطوطة على الفاضي دي وأكنّي عاملة عزومة وهي كلّها مليانة مَيّة. تمام. هاغسل بقى فيها البطاطس وأخرّطها كده وحطيتها إيه، طرنشات، حُلقان، زي ما بتقولوا دواير، زي ما تقولوا شوية بودرة كاري، بودرة زعفران معلش، دي بودرة زعفران تمام. الكاري ده حاجة تانية، الكاري والكركم ده حاجة تانية، ده بودرة زعفران. خدت منه سِنّة صغيرة كده يخلّي البطاطس شكلها صفرا ومغرية وطعمها ريحتها لأ، طعمها لأ. ما بيعملش حاجة في الطعم يا جماعة. يعني بودرة الزعفران دي ما بتغيّرش الطعم خالص، لكن بتغيّر الشكل الحاجة. يعني لو هتعملي شيبسي، تعملي بطاطس، تعملي أي حاجة عايزة تغيّرها، تتبيلة مثلًا بتاع سمك، تقلي سمك وتحطيه شوية بودرة زعفران في الدقيق كده بتاع السمك، يخلّي السمك طالع زي الدهب كده، لونه دهب كرمان كده. بطاطس نفس الطريقة عشان بس يعني إيه، تجذب مش أكتر، لإن يعني الأطفال عندنا ما بياكلوش أي حاجة إلّا ما يطلّعوا لنا عينينا. فأنا قُلت يعني إيه، أحط لهم شوية بودرة زعفران عشان يعني إيه، أضبّط لهم الدنيا كده يمكن يعني ربنا يكرمهم وياكلوا، ينفخ في صورتهم وياكلوا يعني. المهم دلوقتي بقى بدأت أقلي شوية بطاطس، وبقت البطاطس هامسكها دقدقة كده وأعملها ببيض. طبعًا عملت بيض اللي هو الأولاني أهو، متدقدق، بطاطس مدقدقة أو مهروسة بالبيض وشوية كده مقليين، وكده الفيديو يكون خلص ومع السلامة.